حبايب قلب البطارية عشتوني قد كده. هاتي بقى مشروبك المفضل وتعالي عشان عايزاكي في موضوع هيفرق معاكي من هنا لهنا. انا قلتلك وانتي براحتك. بصي بقى يا جميلة، انا دلوقتي عايزة اسألك سؤال. اولا ركزي معايا زي ما قلتلك، هاتي مشروبك اللي انتي بتشربيه وحطي التليفون قدامك وهاتي ورقة وقلم وركزي معايا. هسألك سؤال ومحتاجة منك تجاوبيني وبكل بصراحة. انت ليه لحد دلوقتي مش راضية تبدأي في حاجة؟ ايه اللي معطلك لحد دلوقتي في انك تبدأي بقى في مذاكرة، تبدأي في كورس، تبدأي في انك تهتمي بدراستك، انك تبدأي مثلا في اهتمام بنفسك، انك تبدأي حاجات قد كده احنا خايفين نبدأها. ليه بقى؟ محتاجة ان حضرتك تجاوبيني على السؤال ده بكل أريحية. بصي فضي كل اللي جوه قلبك على الورقة دي، بس يكون بصراحة وبأمانة وبدون غش. انت كده كده محدش هيشوف الورقة دي بينك وبين نفسك بس علشان تعرفي المشكلة. تمام، بعد كده انت فضيتي يا عمري اللي على الورقة. عايزة افهمك على حاجة. انت دلوقتي خايفة من نقطة البداية، ده اكيد هيكون سبب من ضمن الاسباب. انا خايفة، انتي بقى خايفة من ايه؟ انا هنا جاي اكلم في حتة الخوف. خايفة من ايه؟ خايفة من الفشل؟ خايفة من صورتك قدام الناس؟ خايفة مش عارفة من ايه؟ هوضح لك نقطة. اول نقطة هوضحها لك وهو ان خايفة من الفشل. احنا اتزرع في عقولنا من واحنا صغيرين ان الفشل هو ان انا بخسر، او هو ان انا وانا ماشي في السكة بتكعبل بقى. معنى كده ان معنى كده ان الطفل اللي هو لسه بيتعلم المشي ده كده فاشل؟ لا. ان الشخص هو لسه بيتعلم السواقه كده فاشل؟ الطيار وهو بيتعلم الطيران ده كده فاشل؟ الجراح وهو بيتعلم ده كده فاشل؟ اكيد بيقع ويقوم، ما هي رحله. لا. افهمك على حاجه، الاب وداون دول معانا طول الرحله، ده الجزء اللي هيتجزأ من الرحله. بصي اعلى ناس في العالم في حياتهم ابو داون لحد دلوقتي. لو جيتي تبصي على حياة الدكتور مجدي يعقوب انتي هتلاقي ابو داون ليه في الاول، ولو استكشفتي اكتر وركزتي في حياته دلوقتي هتلاقي ليه اخطاء، بس الاخطاء بتختلف من مكان لمكان. طيب، تاني حاجة، خايفة من نظرات الناس ليكي. انت مين عشان الناس هتبصلك كلها؟ انت مش محور الكون. شوية الملاطيش اللي حواليكي دول مش ناس، دول شوية يعني لا مؤاخذة هقول كلمة مش لطيفة بس ما مش ناس. للأسف انتي لو عارفة دايرة معارف كويسة محترمة فاهمينك مقدرين شطارتك مقدرين إمكانياتك، انتي كان زمانهم طلعوا منك حاجة كبيرة جدا وحاجة زي العسل، لأنك بنوتة شاطرة وعسولة وجميل أوي ودماغك ذكية. فيا حبيبة قلبي، انت خايفة من ايه؟ ايه اللي هتخسريه؟ اسألي نفسك كده، ايه اللي انا هخسره لو بدأت في الحاجة الفلانية؟ ايه اللي انا هخسره؟ ليه لحد دلوقتي بسوف؟ ليه لحد دلوقتي خايفة؟ ليه لحد دلوقتي متوترة؟ ليه لحد دلوقتي مش عايزة اكمل؟ ليه؟ انا محتاجة دلوقتي اجابة. طيب، خلصتي اجاباتك وخلصتي الكلام اللذيذ ده، ابدأي بقى اعملي خطة، وتكون خطة مناسبة لامكانياتك ومناسبة للاخطاء او المخاوف اللي انتي حطيتيها. تمام، الخطه يا حبيبتي بتبقى كالاتي. انا دلوقتي امكانياتي قد كده، فانا لسه بحاول ان انا ازق عقلي واحده واحده. هقول لكم على حاجه، هي حاجه بسيطه قوي. انا اللي ما يعرفش انا متجوزه، ماشي، فعندي التزامات في بيتي وبشتغل وبدرس وبعمل كمان محتوى وعندي حاجات كتير قوي بعملها. فباجي مثلا انا عايزه دلوقتي انضف والشقه مش كويسه، فبعمل حاجتين. اوقات بمسك الحاجه، امسك على بص احنا هنقسم الحاجه نصين. طب بص احنا هغسل مثلا الكبابي بس مش هعمل حاجه تانية. حلو،
ممكن لو انا تعبانه قوي برحم نفسي واوفي بالوعد، انا غسلت الكباب بس نضفت جزء ورتبت الدنيا، لميت المواعين مثلا في حاجه عشان ما تكركبش الحوض، فانا حسيت براحه وعقلي ترجم ان انا بوفي معاه بالوعود. على فكره عقلنا ده اهبل قوي، بس بجد لو عرفنا نضحك عليه. تاني حاجه بعملها بقول بص احنا بنحب نقول حاجه صغننه جدا وابدا اسيح معاه، طب بص الحته دي، طب بص الحته دي، بص الاقي نفسي ان انا سحت في الشقه كلها. سوري ايه ده، المهم ابص الاقي نفسي سحت في الشقه كلها. طب هل ده يعني بيجي كده؟ لا ما بيجيش كده ابدا، ده بيجي واحده واحده. ده بيجي ان انا بعرف اضحك على عقلي، انا بعرف اطلع منه كل حاجه، بعرف اطلع منه بمعنى اصح كل اللي عنده، لان عقلنا يا حبيبه قلبي حاططنا في منطقه الراحه. طب انتي عقلك دلوقتي حاطك في منطقه الراحه، هو بالنسبه له ان هو كده بيدافع عنك. طب انتي سايباه، طب هو كده هيضيع لك حياتك. لا احنا بقى هنتعامل، تعالى انت كده اقعد هنا، انا هعرف امشيك، اضحك على عقلي واحده واحده، ابص الاقي نفسي ان انا بتحرك. تمام، بعد كده فهمنا حته ان انا هضحك على عقلي وهحط حاجات صغيره واهداف صغيره ليا. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ امشي واحده واحده. الاستمرار يا جماعه، الاستمرار الاستمرار الاستمرار. بصي يا حبيبتي، استمرارك في الحاجه لو كل يوم بنسبه 1% بس افضل من انك ما تستمريش خالص. يعني انا دلوقتي ما ينفعش اقول انا لازم اعمل الحاجه دي كلها تبقى 100%، لو ما عملتش 100% يبقى مش هعمل. طب ما انت مش هتعملي فعلا، تفضلي ماسكه التليفون وقاعده على السرير وما بتشوفي مين اللي سافر ومين اللي نجح ومين اللي مش عارفه عمل ايه ومين ومين ومين. انت عايزه كل حاجه بسرعه ليه بقيتي عايزه كل حاجه بالثواني بتاعت السكرولينج بتاعتك يا حبيبتي؟ مش هتنفع. التوقيت اللي انت بتسمعي فيه الفيديو اللي هو الريلز الصغير، انت عايزه حياتك كلها تبقى كده، عايزه نجاحك يبقى كده؟ عمر من النجاح كده. بصي كده للبيبي اللي بيتكون جوه بطن امه، هل شفتي بيبي بيجي بعد اول شهر يبقى كويس وزي الفل، ولا هو بينمو واحده واحده؟ شفتي نبات بيتحط في الارض تاني يوم بيتحصد او تاني يوم بيطلع نتيجه؟ اطلاقا. فهي السوشيال ميديا من اكتر العيوب اللي هي صدرتها لينا حته بمعنى اصح السرعه، اقلب واجري. بس لا، اللي خس فهو قعد فتره عقبال ما خس، واللي اهتم بصحته قعد فتره عقبال ما ظبط ده وبيقع وبيقوم. اللي اتعلم لغه قعد فتره عقبال ما اتعلمها. الشاطر اتعلم يبقى شاطر، الذكي بيطور مهاراته. مفيش حد بيوصل على حاله او بيفضل على حاله طول العمر الا لو هو عايز يفضل كده. انا عشان اوصل للشخصيه اللي انا فيها دي انا ضاع من عمري سنين وانا بعاني، سنين وانا تعبانه، سنين وانا بتظلم، سنين وسنين وسنين، سنين وانا بغلط، سنين وانا بشوف مش عارفه مين قال لي ايه ومش عارفه واتحمل. بس في الاخر وصلت. المهم ان انا بستمر واحده ورا واحده واحده ورا واحده لحد ما وصلت لمرحله الحمد لله انا راضيه عنها. هل انا وقفت هنا؟ لا ما وقفتش، مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزه حاجات تانية كتير، ولكن الحمد لله راضيه. بس كده عشان تتحرك. الحمد لله انا راضيه. فيا حبيبه قلبي، انت محتاجه انك تمسكي ورقه وقلم، تزرحي نفسك، تعرفي انت ايه مشاكلك، تعرفي انت مش راضيه تبدأي ليه، تعرفي انت ايه اللي مخوفك، ايه مخاوفك. استمري 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 استمري، ولو حتى 1% افضل. محدش بيبقى بيرفكت في يوم وليله يا روح قلبي. كلنا بنقع ونقوم، كلنا بنغلط، كلنا بنتكعبل، كلنا بنتشحور، بس المهم ان احنا نستمر، والمهم ان احنا نكمل. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.